مرحبا لكم في قناة الخياط للقصص الواقعية، حيث نروي لكم حكايات حقيقية مليئة بالعبر والإثارة. الأحداث ديال القصة ديال اليوم كتبدا في مدينة ورزازات، واحد المدينة اللي صغيرة نوعا ما ولكن زوينة فريدة من نوعها. الجو ديالها جو خاص، الناس ديالها العقلية ديالهم مختلفة على العقلية ديال الشمال، فايت مشيت لها شي 3 ولا 4 المرات، حتى اختي كانت ساكنة تما. المهم هنا في هذه المدينة كانت كتعيش واحد الأسرة اللي مكونة من الوالدين، الأب الأم وجوج ديال البنات. البنت الكبيرة عندها 13 سنة، هي البطلة ديال الحلقة ديال اليوم، سميتها نجوى، والبنت الصغيرة سميتها آسية عندها 13 سنة. الأب والأم جوج بهم موظفين، يعني ماشي شي ناس اللي ميسورين ولا عندهم فلوس شايطه وما لقاو ما يديروا بها، ولكن مقاد الحياه ديالو. عندهم واحد الطوموبيله كيخلصوا لها الطريطات، عندهم واحد الدار كيخلصوا لها الطريطات، الباقي ديال المندا ديالهم كيخسروها على الماكله، على الحوايج، على المتعه الشخصيه ديالهم. يعني مقاد الحياه ديالهم، الحياه ديالهم منتظمه. باش ما نكثرش عليكم في الاسماء، غادي نبقى نقول لكم الاب، الام، الاخت ونجوى. نجوى هي البطله ديال القصه، يعني اسم واحد ما غاديش نتلف فيه، يعني ديما كنتلف في الاسماء، ديما كنخلط ما بين الاسماء الاصليه ديال الشخصيات والاسماء المستعاره. هذه الاسره واخا عايشه في ورزازات، ولكن الاصل ديالها ماشي من مدينه ورزازات، وانما من مدينه بن قرير. ضروري غادي تكونوا كلكم كتعرفوها، فوق مراكش شويه. الاب والام كان جابتهم الظروف لمدينه ورزازات هذه اكثر من 20 سنه، بجوجهم كانوا كيشتغلوا تما في التعليم، مازال كيشتغلوا في التعليم، كانوا تلاقاو تما، تعرفوا على بعضياتهم، بغاو بعضياتهم، تزوجوا، داروا وليدات، كونوا اسره. من بعد شراو الدار في ورزازات، عجبتهم الحياه في ورزازات، قرروا انهم يستقروا فيها. باقي افراد الاسره كلهم مازال كيعيشوا في بن قرير. واحد النهار واحد الفرد من الاسره ديال الاب قرر انه يدير العرس، بما انه واحد الفرد اللي قريب من الاسره، فقرروا انهم يمشيو. الاب والام شدوا واحد اليومين ديال عطله راريه، ما عرفتش انا شنو السبب اللي عطاهم. بالنسبه لهم هما ما عندهم حتى شي مشكل، بما ان عندهم طوموبيل ديالهم ويتحركوا وقتاش ما بغاو ويرجعوا وقتاش ما بغاو. وصاو بناتهم بحال كاع الوالدين، ما تفتح له حتى شي واحد. الا دق عليكم شي واحد قولوا بعدا شكون، وحتى تاكدوا شكون، عاد فتحوا الباب. ردوا بالكم، سدوا الباب ديما بالساروت، بالي يسرقونا شي حاجه، رانا حاطين الفلوس. يعني عندهم شي بركه حاطينها تما في الدار ديال الفلوس. هزوا سكانهم حطوهم في الطوموبيل وشدوا الطريق لمراكش، باش منها يشدوا الطريق عاوتاني لبن قرير. بالمناسبه ديال بن قرير، واحد المره كنا شادين الطريق من كازا لمراكش، وضراوي كدوز على بن قرير قبل ما ندخلوا لها. بخي ما ندخلوا بن قرير بانت لنا البلاكه في لوطوروت، تشاف اخويا ويقول لنا هاد المدينه هذه ما عمري شفتها، باينه واقيلا شي مدينه كبيره وداري لها البلاكه ديالها حتى في لوطوروت. قلنا له شنو هي؟ قلنا ابن جرير. كنطلوا فيها فعلا كاتبين هما تما ابن جرير، ونيت بالعربيه، واقيلا ما عندك كديري الا باش تكتب انت بن قرير. المهم هادشي هنا كنطلوا فيها بقينا كنموتوا بالضحك. نرجعوا للموضوع ديالنا، بن جرير ولا بن قرير كل واحد وكيفاش كتقرا. المهم الاب والام شادين الطريق لمراكش، غاديين في امان الله، كيتعاودوا مع بعضياتهم، دايرين الموسيقى، ناشطين في ديك الطريق ديال تيزين تيشكا اللي كتربط بين مراكش وورزازات. ضروري كدوز على واحد الجبال، بزاف منكم يقدروا يكونوا سمعوا بهاد الطريق هذه، واحد الطريق اللي خايبه بزاف، فيها الفيراجات بزاف، فيها الناس بزاف كيضوبلوا تما بلا مسؤوليه، خصوصا موالين الطاكسيات، النقل العمومي ديال الكيران. ديال كدوزه في شي فيراج انت غادي في امان الله، كتلقى شي واحد مضوبل شي رموك ونكار طالع العقبه، الا ما طربتي عليه غادي تدخل فيه، طربتي عليه تقدر تلقى الحافه حداك وكيف ما درتي وحله. وهادشي اللي غادي يوقع لهاد الاسره للاسف في النص ديال الطريق الثاني قبل ما يوصلوا لمراكش. يعني طلعوا الجبال ديال تيشكا وهابطين من الجبل باش غادي يشدوا واحد الطريق مواطيه حتى لمراكش، دايرين في واحد الفيراج وهم يبانوا لهم جوج كاميونات، جوج رموك طالعين مصفين، طالعين واحد حدا الاخر، يعني واحد كان طالع بشويه والاخر حتى هو طالع بشويه. هو طالع من مضوبل، هو طالع غير بشويه بجوج ومسادين الطريق. الا داز على اليسر غادي يدخل في الرموك الاخر، الا بقى على اليمين غادي يدخل في الرموك الثاني اللي طالع من دوبل. يخرج على الطريق كاع غادي يهبط في واحد الحافه، يعني وحله كيف ما دار وحله، واصلا ما كانش عنده الوقت باش يفكر اولا باش يدير شي رده الفعل. لحسن حظهم ان الرموكات بجوج كانوا طالعين ماشي هابطين، كان هابط كان غادي يدوز فيه بحال شي ناموسانو، ولكن هما كانوا طالعين بواحد السرعه اللي خفيفه شويه. هو كان هابط وداير في الفيراج بواحد 60 تقريبا، واحد الفيراج اللي واسع شويه، ولكن الطريق ما كتبانلكش من الجهه الاخرى. ورك على الفران، ولكن واخا هكاك دخل النيشان في الرموك، دخل لي في الجبهه. المشكل هو ان الاب ما كانش داير الحزام، الام كانت دايره الحزام بجوج، يعني ما ماتوش. الاب دخل ليه في الفولون، للاسف دخل ليه في الفولون، جرحوا واحد الجروح اللي خطيره، ترسوا ليه شي ضلعوا، تقاس شويه من راسو، الباربريز تهرس. الام بحال الا تقاست شويه من كتفها، ولكن كانت مربوطه، يعني كانت دايره الحزام، ما جرى لها والو. مول الرموك هبط الرموك الاخر تا هو وقف، الناس اللي كانوا موراهم تا هما فرانه وقفوا، كلهم هبطوا يشوفوا شنو كاين. الناس مشاو كيجريو لعندهم، فتحوا البيبان، لقاو بلي الام كتهضر عاديه، ما فيها لا دم لا والو، باينه مقاصه غير شويه. شافها السيت حدا الصمته جداتها مول الرموك بطبيعه الحال، ما جرى لي حتى شي حاجه. هذاك ديما كيكون جالس الفوق، يعني واخا تدخل فيه بالجهد حدك غادي تهرس ليه الجهه التحتانيه ديال الكاميون، هو ما كتوصلوا ليه كاع. الاب بان لهم بحال الا مقاش شويه، الدم هابط ليه من راسو، مازال في الوعي ديالو كيهضر، ولكن صدرو بحال الا دخل شويه في الفولوم. ديك النفاخه البيضاء اللي كتخرج من الفولوم ما خرجاتش، شي عطب تقني ولا شي حاجه. ديك النفاخه البيضاء ما عرفتش نسميتها بالعربيه، ايرباغ. الام خرجت من الطوموبيل، بغاو يخرجوا الاب، ولكن ملي كيقيسوه كتضروا شي حاجه في صدرو. قال لهم لا،
هو براسو قال لهم لا، قال لهم خليو حتى يجيو الناس ديال الاسعاف اللي عندهم تجربه كيفاش يهزوا بنادم. ربما تكون شي ضلعه مهرسه والضلع كيتهرس وكيوليو ماضيين، يهزوا داك الضلع تقدر تقيس القلب ولا الريه ولا شي حاجه ويموت لهم تما. من الاحسن حتى يجيو الناس ديال الاسعاف. فعلا داكشي اللي كان، اتصلوا بالبوليس، اتصلوا بالاسعاف وخلاوهم هكا كيف ما هما الكاميو داخل في ذاك الطوموبيل حتى يجيو لي جوندارم عفوا، لان ذاك المنطقه محسوبه على الجوندارم. وهذا القرار هذا راه مهم بزاف، كاين لحفظ بزاف الناس كيدير قصيد كيجيو الناس كيخرجوهم من الطوموبيل، حطوا هنا قلبوا الجهه الاخرى، لا قلبوا على الجهه الاخرى، وهما كون خلاوه هكاك الدم كيكون مازال محبوس حتى يجيو الناس ديال الاسعاف. الا ما تعطلوش الاسعاف طبيعه الحال انتم راكم عارفين الاسعاف في المغرب الا جاب الزربه، فمن الاحسن انه يخليوه كيف ما هو. اما كيقلبوا هكا وكيقلبوا هكا يقدر يوقع ليه نزيف، يقدروا العظمه يقيسوا ليه شي اعضاء اللي مهمه في الجسم ويصدقوا من اللي صفاوها ليه من بعد واحد المده وصلوا لي جوندارم، سجلوا المخالفه، وصلت الاسعاف، هزوا السيد حطوه في سياره الاسعاف، قالوا لهم احسن حاجه درتوه هي انكم ما قيستوش. الحاله ديالو حاليه ماشي خطيره بزاف على الحياه ديالو، ولكن ضروري من العمليه لان كان عنده شي ضلع مرسين، يدو حتى هو مهرس، كتافو مهرس، الاعضاء المهمه في الجسم بحال الريه، القلب، الكبده ما مقيوسينش، مقوصين ولكن ضلوع مهرسين ومعوجين. يعني خصنا نقادو داك الضلوع ضروري من العمليه. قالوا لي غادي تعطيني واحد الشيك اولا تسبيق الا كان عندك كاش، ولا واحد التسبيق ديال 5 ديال المليون، ومن بعد نتوما غادي تفهموا مع لاسيورونس يردوهم لكم، ولا داك الساعه غالبا ما غادي يردوهم لكم. ولكن حنا دابا قبل ما نبداو في الاجراءات ضروري من هذا التسبيق هذا. هي قالت لهم انا ما يمكنش تكون هز معايا دابا 5 ديال المليون. قالوا ليها شيك، قالت لهم حتى هو ما يمكنش. قالوا ليها سيري للبنكه وجبدي مثلا، قالت لهم هذا المبلغ هذا ما عنديش انا في البنكه، حنا عندنا الفلوس ولكن عندنا الفلوس حاطينهم في الدار. وهذه القضيه دي سبحان الله هذه موجوده في جميع المصحات خصوصا المصحات الخاصه. ما كنظنش انها قانونيه، لان ما يمكنش تكون قانونيه، لانه الا جاك شي واحد في المستعجلات وكيموت المفروض يعني المسؤوليه الطبيه تفرض عليك انك تنقذ له حياته، ومن بعد عاد تفاهم معاه المصاريف. الا ما خلصك سير مع المحكمه ولا دير له سيزي ولا شوف ما دير ليه. وقعت هذه مع في العائله ديالنا. يلا تفكرتوا دابا ولد صغير كان عنده تقريبا شي 3 سنين ولا 4 سنين، كان في واحد العروبيه ضلغتوا واحد عقرب خداو للمسترجلات واحد المصحه خاصه في الرباط. دخلوا ما بغوش يشدوا ليه الدريه اللي عنده 3 سنين والسم كيتمشى فيه وقرب يموت. قالوا له والو، اما تحط لينا شيك ولا تخلص. عاد نبداو في الدري، عاد نبداو الخدمه، وفعلا ما عرفتش كي ندار دبر ليها، حط لهم داك الفلوس ما عرفتش نسحال شي ملايين يعني 2 ولا 3 المليون، عاد باش فضاو عاد بداو في الدري. ومن بعد الكلينيك هذا قالوا ليه العمليه اصلا ما يمكنش نديروها اليوم اللي كانت وصلت العشيه تقريبا. قالوا لي العمليه غادي نديروها حتى الغدا الصباح، لان خصنا نعطيوه من قبل شي ادويه شي مهديات، والحاله ديالو ماشي خطيره ما كتستدعي ان نبداو دابا في الخدمه، ولكن حنا غادي نلقاو لك شي حل. هاكي شي وراق عمريهم، الاجراءات غادي نفضيهم دابا، ولكن الفلوس ضروري ما يكونوا قبل من يعني قبل 8 ديال الليل ولا قبل 7 د العشيه. يعني ذاك النهار هذاك نيت كان مازال له غير شي ساعات. الام اتصلت بالعائله، وصلتهم الخبر حتى العائله ديال بن قرير، حتى هما داك العرس هذاك وقفوه اجلوه واحد السيمانه ولا جوج. قالت لهم بلي الحاله ديالهم ماشي خطيره وماشي ضروري تاجل العرس، ولكن هما غير تضامنا منهم حتى هما اجلوا العرس. اتصلت ببناتها حتى هما قالتها لهم وطمناتهم، قالت لهم ما تخافوش، ها هو الا بغيتي تهضروا معاه كان مازال في الوعي ديالو حتى هو هضر معاهم. ولكن الام ديالها قالت لي راه محتاجين الفلوس ضروري، الفلوس عندنا في الحساب البنكي، ما كاينش باش هي غادي تجبدهم ولا غادي يصيفطوا ليها ولا هي غتمشي تحط الفلوس في البنكه ولا ما يمكنش. قالت لها بنتي عافاك غادي تهزي واحد ال5 ولا 6 ديال المليون من داك الفلوس اللي عندنا في البلاكار، غادي تشدي طاكسي وغادي تجي عندنا لمراكش، لان الفلوس راه ضروري خصنا هاد العشيه نخلصوا. البنت اللي كانت مخلوعه على الاب ديالها بدون تردد داكشي اللي دارت، ناض داك الساعه حسبت داك الفلوس 6 المليون حطاتهم عندها في الصاك، لبست اختها داتها عند الجيران لان البنت يلا عندها 13 سنه ما يمكنش تاخذها معها، ومشات للمحطه ديال الطاكسيات. سولت على الكيران قالوا لها ما خرجت حتى شي كار دابا لمراكش، يعني الكار اللي جاي خصك مازال تسنى شي 4 ولا 5 ديال السوايع. مشات لمحطه الطاكسيات نيت قالوا لها نفس الهضره، قالوا لها جامعين الناس كفايه اللي غادي يعمر الطاكسي باش غادي يمشيو كاملين لمراكش، يعني الا بغيتي شي طاكسي خصك تخلصي كورسه، تخلصي كاع البلايص، داك الساعه غيهزك غير بوحدك ديريكت البلاصه اللي بغيتي في مراكش. بما ان الحاله مستعجله قالت لهم ماشي مشكل، دبروا لي على شي طاكسي نخلص انا كاع البلايص. فعلا داكشي اللي دارت، خلصت كاع البلايص ديال داك الطاكسي وطلعت لي غير هي بوحدها، جا الطاكسي ديمارا وشد بها الطريق لمراكش. كانت وصلت العشيه وهما يلا غادي يتحركوا من ورزازات، وخا الطريق ما بعيداش بزاف، يعني تقريبا غير شي
200 كيلومتر كنظن اولا شي حاجه، ولكن الطريق فيها الفيراجات بزاف وطريق خايبه، يعني ضروري من واحد 3 ولا حتى 4 ديال السوايع. داك مول الطاكسي نجوى ما كانتش مرتاحه ليها هكاك لله في سبيل الله، غير من المظهر ديالو، من التصرف ديالو، من التصرفات ديالو. هو ما دار معها حتى شي حاجه خايبه، يعني ما تخلي معاه في هضره، ما تحرش بها حتى شي حاجه، ولكن غير الطريقه ديال الهضره ديالو ما عجباتهاش. بما ان الطريق طويله فضروري غادي تدي وتجيب معاه في الهضره. هي راكبه اللور باش تشد كارها، هو القدام كيسوق وكيشوف فيها غير في المرايه، حتى هي كتواصل معاه غير من الظهر ديال مول الطاكسي، كان كيشوف فيها في المرايه بزاف. هي كانت حاضي عليه عينيه. داك مول الطاكسي راجل اللي مجوج في اوائل الثلاثينات، عنده الاولاد، والمهنه ديالو هو انه خدام في داك الطاكسي، وداك الطاكسي ماشي ديالو، هو كيتخلص غير باليوميه. هما سادين الطريق وهو كيحاول يدي ويجيب معاه في الهضره. هي كانت من غالقه، الا سولا شي حاجه كتجاوبو، لكن ما كتعطيش التفاصيل بزاف. هي براسها ما كتسولوش شكون انت ولا واش مجوز واش عندك ولاد، يعني باش ما تسارش معاه. كيبدا ليها بشحال في عمرك 19 سنه، كتقرا. هي كنقرا هذا العام غادي نشد الباك. فين غاديه؟ غادي عند والديا، راهم داروا واحد السيده، وقال لي راه سمعت بها، راه قالوها لي شي صحابي كانوا دازوا من تما. قالت لي ولكن راه ماشي شي حاجه خطيره، وراه غادا لواحد المستشفى، واحد الكلينيك الفلاني. قال لي علاش؟ قالت لي راه طلبوا لهم شي فلوس وخصنا ندفعوهم. هو قال لها شحال؟ 6 ديال المليون. قال لها دابا انت هازه معك 6 ديال المليون؟ قالت لي ما عندنا ما نديرو، ما كاينش الفلوس في البنكه وداك الشيء، هزيتو وغادا بها. مول الطاكسي عرفها بيه، هازه معاه 6 ديال المليون، من غير 6 ديال المليون اللي هازه معاه الطريق كامله وهو حاضيه. ومنيت كان كيشوف فيها شي شوفها في شي شكل، ملي كانت طالعه على الطاكسي وملي كانت مازال برا، يعني واخا كانت لابسه واحد اللباس اللي عادي، سروال ديال الجين وبودي وبردي، اللبس ديال الشباب، ولكن بالنسبه ليه يعني هو ملي غادي يقارنها مع مولات الدار، البنت يلا عندها 19 سنه، غير هو وياها في الظلمه دايزين داك الطريق ديال تيزين تيشكا، ما كاين حتى شي واحد تما. يعني الطوموبيلات كيدوزو تما غير كل 20 دقيقه ولا كل ربع ساعه، ولا غير هو وياها والشيطان. فبقاو غاديين شادين الطريق، وهو كيعاود على راسو انا راه درت وانا فعلت وانا راه قريت وما جابش الله، وكيعاود على راسو كيفتخر براسو، وهي غير كتنصت. بطبيعه الحال ما يمكن لهاش تقول له اسكت، جالسه كتنصت ليه وهي ما كتعطيه حتى شي معلومات عليها. هو غادي بها والشيطان كيلعب ليه براسو. البنت غير هو وياها، هزه معاها 6 ديال المليون، ولكن لا وقعت لها شي حاجه شنو غادي يقول مول الطاكسي؟ شنو غادي يقول الناس اللي دبروا ليه على طاكسي اللي طلعوا من المحطه شافوه بلي هزها، لا سرق ليها الفلوس، ربما كلاري بي حاول يتحرج بها ولا يدير لها شي حاجه، كلشي شاف راه طلعت عنده الطاكسي. بزاف ديال الافكار بقاو كيلعبوا ليه في الدماغ، ولكن وصل لواحد الدرجه ما قدرش يقاوم، بقى كيشوفها في المرايه. البنت عجباتو، يلا عندها 19 عام، وهذيك الفرصه ما عمرها غادي تعاود تجيه. شكون هذه اللي غادي تقبل عليه؟ عندها 19 عام، هذه هي الفرصه، وزيد عندها 6 المليون ونفوك. قال لا سولوا عليها غادي يقول لهم البنت راه بقات كتغوت، حتى هبطتها غير لشي فيلاج في نص الطريق، وقالت لي نزليني غير هنا. نزلتها، وديك الساعه ما نعرف واش هي شاده شي طاكسي ولا كنجر ليها شي حاجه، انا ما سوقي ولا. المهم بقى يجيب المبررات وغلب عليه الشيطان. شويه نجوى حسات به، هبط السرعه ديال الطوموبيل شويه، هو يحبس جنب التريك على اليمين. في داك البلاصه اللي حبس هو فيها، واحد البلاصه اللي في الجبال، يعني عاليه شويه، هابطه واحد الحدوره، يعني ماشي شي حافه، ولكن واحد الحدوره اللي حاده لتحت، كيبان لك الدواء لتحت، وداك الحدوره عامره كلها غير حجار ودنك، وكيكون فيها الحلوف كيجيو ناس يصيدوا فيها، يعني ما كاين حتى شي حاجه تما. الا زلقتي بطبيعه الحال غادي غتهبط مع داك الحدوره، الا لا شدتك شي شجره. نجوى قالت لي مالك شنو كاين، علاش وقفتي؟ قال لي حسيت بحال لي شي رويضه واقيلا ناقصه شويه من الهواء، من الاحسن دابا انت هبطي من الطوموبيل. هبطي من الطوموبيل باش الطوموبيل تخفاف، راه عندي واحد البومبا في الكوفر غادي نزيد نفخها شويه حتى نوصلوا للفيلاج جاي ولا شي ستاسيون د ليسونس ولا شي حاجه ونبدلوها. البنت تاقت به، واخا ما ساحتش ليه في الاول، ولكن قالت ما عندهاش البديل غير هو وياه في داك الظلمه والشيطان بيناتهم. هبطات من الطوموبيل، غير بانت ليه هبطات من الطوموبيل، هو دار من الجهه الاخرى وجا لعندها، شد ليها في يديها زعما غير بالسياسه بالرومانسيه، وهي تجمع معاه بواحد الرفقه. بانت ليه في داك الليل، قالت له فيق السي مالك اشنو واقع؟ بقى كيحاول يشد فيها بالزز، وهي كضرب فيه، هو كيضرب فيها، هي كضرب فيه وكيضرب فيها. شاف راسو ما غاديش يقد عليها، قال اللهم داك 6 المليون، شدها ودفعها تهبط مع ديك الحدوه. ديك الحدوه واخا ظلمه، ولكن باينه ان واحد الحدوه اللي حاده. البنت مسكينه هبطات، غوتت واحد التغويته ما عرفت راسها باش تبليلات، وهبطت مع داك البنت مسكينه ترقبات، هبطت مع داك الحدواره، وهو كيسمعها هابطه حتى وقفات. الظلمه ما يمكنش يشوفها باش يتاكد 100% انها ماتت. الا ما كانتش ماتت يكمل عليها، لان الا بقات حيه وجا شي واحد لقاها غادي يديكلاري به وغادي يمشي للحبس.
شد واحد البيله وهبط كيقلب عليها، هبط غير بشويه ورد البال داك الحدويره. الا هبطتي انت راسك ممكن تهبط عادي، يعني ماشي عادي ولكن تهبط شد شويه في الدركام شويه في الدرك. اما الا زلكتي راه باينه غادي تقدر تموت، طيح على شي حجره ولا. هبط كيقلب عليها حتى لقاها وكتب ليها هاد السيد الاس ام اس. البنت وجهها عامر بالدم، راسها مقيوس، البنت مسكينه كلها محروده، مغمضه عينيها وباينه انها ميته. خلاها وطلع بحاله، ديما راه الطاكسي ديالو حال الا حتى شي حاجه ما وقعت، ومشى لمراكش. الا رجع لورزازات مشكله، يعني الا رجع غادي يرجع بكري. صحابو في المحطه ديال الطاكسيات غادي يسولوه علاش رجعتي شنو واقع. الا مشى لمراكش يعني عنده الوقت باش يفكر، الفلوس عنده، هز داك الصاك لقى فيه فعلا داك الفلوس، حطو حداه وزاد لمراكش على اساس باش غادي يبات تما، وغدا الصباح عاوتاني غادي يهز البلايص من مراكش وغادي يرجعهم لورزازات، لانه كان الخط ديالو اللي خدام فيه كان ورزازات مراكش، مراكش ورزازات. وصل المحطه ديال الطاكسيات في مراكش، عاود فتح داك الصاك باش يتاكد من الفلوس، عجبو الحال، فعلا الفلوس كاينه في داك الصاك. عنده واحد المونطا كيبات ديما فيها ملي كيسافر لشي بلاصه، ملي كيبات في الطوموبيل كيفرش غير فما في الطوموبيل كيبات حتى الغد ليه الصباح عاوتاني كيهز البلايص ويرجعهم. فعلا داكشي اللي دار، نعس تما. غد ليه الصباح عمر البلايص، الصباح ديما كيكون البلايص موجودين ماشي بحال العشيه، عمر الطاكسي بالناس ورجع بهم عاوتاني من مراكش لورزازات. اما الام ديال نجوى فحالتها كانت داك الليله حاله، داك الليله دوزات كحله، اتصلت بنجوى، نجوى ما كتجاوبش لان التليفون ديالها حتى هو نساتو في داك الصاك اللي فيه الفلوس مول الطاكسي، الكاه على السد. اتصلت بالجيران، الجيران قالوا لي راه مشات المحطه ديال الطاكسيات. اتصلت بالعائله ديال بن القرير، ربما تكون مشات لعندهم هما الاولين ولا، قالوا لها لا والو ما جاتش. مشات عند البوليس ديال مراكش، هما اتصلوا بالبوليس ديال ورزازات، قالوا لهم يعني الا كنتو كتعرفوا معاه من مشات، اين الطاكسي مشات معاه، حنا ممكن نسولوا مالين الطاكسيات، ولكن عموما يعني الواحد الا اختفى حتى كدوز واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه عاد باش ممكن تقدم بلاغ على حسب الحاله. وفعلا البوليس غير تطوعا مشاو سولوا موالين الطاكسيات، قالوا لهم فعلا البنت راه خرجت مع مول الطاكسي، ومول الطاكسي كنعيطوا له حتى هو ما كيجاوبش، ولكن راه غادي يرجع للبلايص من مراكش لورزازات، داك الساعه غيوصل. غادي نسولوا على البنت، ربما تكون كتعرف شي واحد ولا نزلها في شي فيلاج ولا الله اعلم، يعني يكون كانت شي حاجه خطيره. مول الطاكسي براسو كوم ديكلارا والسيد راه كنعرفوه الله يعمرها دار، وبطبيعه الحال داك الزميل ديالهم راح داكشي اللي غادي يقولوا عليه الام والاب ديال النجوى ما نعسوا داك الليله. حتى اختها ملي سقط الخبر حتى هي مسكينه ما نعسات، كانوا حاشين باللي شي حاجه وقعت، ولقاو راسهم في ورطه مع حيلتهم الاب اللي خصو يدير العمليه اللي تا هو في المستعجلات، ومحلتهم لبنتهم اللي ما عارفينهاش واش حيه ولا شنو جرى ليها ولا فين مشات. داك الليله دازت عندهم كحله زحله. اما مول الطاكسي فما كانش مسوق، نعس مرتاح داك الليله، عمر البلايص وراجع لمراكش حتى وصل لداك البلاصه اللي لاحتها منها وهو يوقف فيها النيت، لان داك البلاصه واحد البلاصه اللي واسعه الناس كيرتاحوا فيها، كاين اللي كيوقف تما كيدير تصاور داك الدول اللي لتحت كل واحد وكيفاش كيكون عندها الفوق، وجهه تحتانيه فين تحبس الطوموبيل ديالك وترتاح. حبس الطوموبيل ديالو تما، وقف الطاكسي وقال لهم غادي نهبط غير بالزربه وغادي نجي غادي نخبر. وهما فهموا يعني بلا ما يشرح ليه راه السيد مشى يقضي حاجته بالزربه ويرجع. هو راه بغى يتاكد 100% ان البنت ما زالت تما، والبنت فعلا ميته. دماغه ما كاش مرتاح طول الطريق هو كيفكر فيها، فبغى يتاكد، قال مع راسو داك الساعه نمشي نعيش حياتي، نكمل حياتي عادي مرتاح. فعلا داكشي اللي دار. هبط كيقلب عليها، ملي وصل البلاصه اللي لقاها فيها البارح تصدم، لانه ما لقاش، لقى غير بلاصتها، لقى تما غير الاثار ديال الدم، شي حجر مقيوس بالدم. بقى كيفكر شنو غادي يكون وقع، كان ربما يكون جاو شي كلاب هزوها من لهنا، ولا شي دياب، ولا شي حلوف دياب جرها لشي بلاصه، ولا قالهم مع راسو ما يمكنش، لان البنت البارح كانت فعلا ميته. هو ضواليها في وجهها بالبيله، سد عينيها وما كتحرك ما والو، وخا قصها برجليه، يعني راه ميته 100%. ولكن اللي كان واقع هو ان البنت ما كانتش ميته، البنت كانت فاقده الوعي، ما حستش به ملي هبط عندها. والحسن حظها انها ما دارت شي غده فعل ملي قصها برجلو، لان فعلا كانت فاقده الوعي، والا راه كان غادي يقتلها تما بشي حجره ولا بشي حاجه. فاقت في نص الليل، رجع ليها الوعي ديالها، عرفت شنو واقع، ولكن حمدت الله انه ما قتلها. فتحركت هي من داك البلاصه، مشات لواحد البلاصه بحال التله اللي مقابله مع داك الحدوه تحت واحد الشجره. جاها الخوف داك الليل، قد غادي تبقى تما باش غادي تطلع هي حتى الفوق، حتى برجليها بحال اللي مهرسين، رجليها فعلا كمهرس مقيوس، شويه مكتفه، ما غاديش تقدر تطلع. الا غوتت تما ما كاين حتى شي واحد، واخا تعيا تغوت حتى شي واحد ما غادي يجي عندها. فقدرت هي تزحف لذاك البلاصه اللي بعيده تقريبا غير بشي 20 متر على البلاصه اللي لقاها هو فيها، تحت واحد الشجره.
مخبيه شويه ولكن كتبان لها داك الحافه. هو بان لها ملي كان هابط، هي ملي شافته هابط خافت، قالت دابا صافي جاي يكمل عليا، وهي بداك الجروح راه ما غادي تقدر تهرب، ما غادي تقدر تقاوم، وغير هو وياها في داك الغابه وداك الخشيش. ولكن ملي طلعت الفوق بانوا لها الناس خرجوا من الطاكسي، خرجوا كاين اللي باغي يتنفس الهواء، كاين اللي باغي يكمي شيكارو، غير شافتهم وهي طلقات عليها بقريه، غوتات على حر جهد. هما سمعوها هبطوا كيجيريو، قالوا ربما تكون شي وحده تما كتطلب المساعده ولا ما نعرفوا شنو واقع، على الاقل بعدا غيبردوا غير الفضول ديالهم يهبطوا يشوفوا شنو كاين، واش مول الطاكسي تلاقى تما مع شي وحده ولا ما الله اعلم. ملي هبطوا تلاقاو مول الطاكسي هو الاول كيشوفوه طالع، قالوا له اش واقع، شكون هذا اللي غوت؟ قال لهم لا والو ما كاين حتى شي حاجه، يلا نطلعوا زيدوا يلا نوصلكم. قالوا له لا تنشوفوا شنو كاين. كانوا 4 ديال الرجال اللي هبطوا كيقلبوا، هو ملي سمعها كتغوت بحال بغى يتسلل منهم وبغى يهرب، بغى يطلع بالزربه للطاكسي. الجوج فيهم شدوه قالوا له ما عندك فين تمشي دابا تنشوفوا شنو كاين، وداك الساعه مشيو للكوميساري الا كانت شي حاجه صيفطوك تمشي فحالك. الجوج تبعوا الصوت ديال البنت، وصلوا عندها كيلقاوها مسكينه في واحد الحاله يرثى لها، من واحد الحاله وجهها كله غيضم، شعرها منفوش، الجسم ديالها كله عامر بالاثار ديال النباتات، شاده في رجليها يعني باينه انها مهرسه. قالوا لها شنو واقع؟ قالت لهم هذاك مول الطاكسي البارح راه هو اللي لاحني من هنا وكان باغي يقتلني وكان باغي يتكرفش عليا وراه دا ليا فلوسي وبابا دابا راه في المستعجلات وفي العمليه وداروي خصني نوصل الفلوس. قالت لهم ولكن حتى من بعد غادي نعاود لكم، دابا طلعوني الفوق. فعلا داكشي اللي داروا، هزها طلعوها الفوق، وحتى مول الطاكسي طلعوه ولكن طلعوه مكتف. غير وصل الفوق الطاكسي البنت داروا ليها البلاصه اللور، تزاحم بيناتهم النساء اللي كانوا معاهم ردوهم اللور، والبنت حطوها عليهم، هما شدوها عندهم قاده. الطاكسي هو حطوه بين البلايص اللوريين والقدامي، سولوا بعضياتهم شكون كيعرف يسوق، واحد فيهم قال لهم انا، قال لهم ززاد. جا الاخر، جات البنت قالت لهم قالت لهم عافاكم ديوني دابا لمراكش، الاب ديالي تما راه في المستعجلات، وشي واحد يتصل بالجندارم داك الساعه هما يتكلفوا يتصلوا بالبوليس ولا يديروا شي تنسيق بيناتهم يشوفوا شنو كاين. ولكن دابا ضروري لمراكش في واحد الكلينيك. تاوروا بيناتهم حتى هما جاتهم فكره زوينه، منها غادي ينقدوا البنت وغادي يديروا هذا الكلينيك النيت، يعني الكلينيك باش ينقدوها ويشوفوا شنو عندها. واحد فيهم اللي كيسوق ديما راه وشدوا الطريق لمراكش، ومول الطاكسي جالس في وسطهم مكتف وغير بحال الامانه، شافهم دايرين به بزاف وما عنده ما يقول، ما قال لهم لا درت وانا ما درتش، وما شادين الطريق لمراكش. البنت قالت لهم عافاكم شي واحد يتمد اللور يشوف واش كاين تما شي صاك كحل، تما راه كاين الفلوس ديالي. هما اللي في الطاكسي قالوا لها واخا، يعني هذا الشيء اللي وقع وقلتي راه تعدى عليك وداك الشيء، ولكن خصنا نتاكدوا باللي راه الفلوس ديالك، حيت قلتي 6 المليون مسكوليه. قالت لهم لا، قالت لهم كونوا هانين، الصاك ديالي الا كان هو ما غيحيد منه البورطابل ديالي، حيت داك الصاك راه فيه التليفون ديالي وفيه البورطابل. ملي غتجبد البورطابل غتلقاو البطاقه الوطنيه ديالي، غتلقاو الوثائق ديالي، غادي تلقاو كلشي. وفعلا داك الشيء اللي دار واحد فيهم تمد اللور وجبد واحد الصاك حل. عندنا الطاكسيات دابا اللي الطاكسيات الجداد ماشي بحال القدام، الكوفر ديال الطوموبيل تقريبا مشروك مع الغرفه الداخليه ديال الطوموبيل، يعني سهل انك تمد اللور وتجبد الحاجه اللي كتها في الكوفر. فتحوا الصاك يلقاو فيه فعلا الفلوس اللي كان هو مازال ما قاسها، يعني بالنسبه ليه هذيك بحال مضمونه. لقاو تما واحد البورطات، ملي فتحوه لقاو البطاقه الوطنيه ديالها، وداروا عند مول الطاكسي وهما واحد فيهم راه سايق وهما كيهضروا معاه في وسط الطاكسي وما شادين الطريق. قالوا له واش هادشي اللي درتي لك واش راه ديالها؟ هو ما كيهضر ما والو، زعما بحال راه مخاسم معاهم. كملوا الطريق ديالهم حتى لمراكش، حتى داك الكلينيك. الركاب ديال الطاكسي كلهم مشوقين وباغيين يبقاو في داك الطاكسي، حتى شي واحد ما قال لهم نزلوني هنا غادي نرجع بحالتي الوجازات، كل شيء باغي يعرف غيوقع في الاخر القصه. وصلوها الكلينيك نفس الروتين ديال الاب ديالها في المستعجلات، هزوا داروها في واحد الكروسه ودخلوها لعند الطبيب. قالت لهم اول حاجه بدا ديوني عند ماما، قالوا لها شكون هي وشنو وقع ليا. الام ديالها غير شافتها واخا شافتها داك الكرشي متحرك وبين انها مضروبه من رجليها، ولكن بكات بالفرحه لان كان يسحب ليها ماتت ولا شي حاجه جرات ليها، خصوصا ملي سمعتها كتهضر عاديه تاكدت بلي راه غير شي حاجه سطحيه اللي وقع ليها. قالت لها قصه طويله، قالت لها المهم الفلوس هما دفعوهم وعاد نعاود لك شنو كاين. الناس ديال الكلينيك اتصلوا بالبوليس، حتى الناس اللي جابوا مول الطاكسي حتى هما كانوا يتصلوا بالبوليس. من بعد واحد المده قليله البوليس حضروا، الطاكسي كان مازال في ستاسيون مول الطاكسي، مازال مكتف بالصنطه وجالس على الكرسي اللوراني ديال الطاكسي ديالو. الناس اللي جابوه كانوا برا من الطاكسي وكيتسناو البوليس يجيو، غير وصلوا مشاو عندهم عاودوا لهم شنو كاين، قبطوا على السيد اللي هو مول الطاكسي، داروا ليه المينوط، قالوا لهم نتوما دابا كلكم غادي تمشيو معنا، غادي ناخذوا الاقوال ديالكم وغتعاودوا لنا شنو كاين، من بعد غادي نقرروا شنو غادي نديروا، واش الجندرم هو اللي غادي يتكلف ولا حنا اللي غادي نتكلفوا. يعني داك التنسيق غادي يكون بيناتهم ونشوفوا شنو كاين. والطاكسي خداو له الساروت وخلاوه تما في الباركينغ، قالوا له داك الساعه غادي يشوفوا واش غادي يديروا به. مول الطاكسي هو اللي غادي يجي اللي ياخذ، يعني مول الطاكسي الاخر مول الحديد اللي في ورجاجات ماشي اللي صايق. اما النجوى اللي كانت مقيوسه غير من رجليها ملي وصلوها
مشات شافت باللي راه الاب ديالها في واحد الحاله مستقره، دفعوا ليهم الفلوس، داروا العمليه اللي كانت ناجحه، ومن بعد لاسيرونس هي اللي تكلفات بكل شيء. بالنسبه للنجوى اللي كانت عندها غير واحد الجروح طفيفه واحد التريسه اللي ماشي خطيره بزاف، حتى هما تكلفوا بها. من بعد حتى هي برات، ويتقدم المول طاكسي للمحاكم ويتحكم عليه ب 15 سنه ديال السجن بتهمه الشروع في القتل، ويتحكم عليه بانه هو اللي غادي يتكلف بجميع المصاريف ديال البنت ديال العمليه وديال الكلينيك، زائد تعويض على الضرر اللي هو خرجوا ليها واحد التعويض معين من الفلوس ديالو. كان عنده واحد الدار باعوها ليه وخرجوا منها الفلوس. وهذه هي القصه ديال اليوم. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه لنستمر معا في قصص جديده ومشوقه.